ناخد ام هشام. ام هشام اتفضلي. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك. الله يسلمك يا استاذ. انا اتصلت بحضرتك من قيمه تيجي 5 شهور وقلت لحضرتك ان جوزي متوفي. اتصلت بالشيخ عويضه. تمام. وقلت له اطلب على الميراث عشان انا متجوزه ليا 20 سنه وما خلفتش الا عيل واحد بس. وعشان اهل جوزي مش راضيين يدوني حتى المصاريف. تمام. ومن ساعه ما حضرتك والشيخ رد عليا وقال لي طالبيهم على الميراث قلبوا عليا. وانا عايزه اشوف حكم الدين والشرع في اكل حق اليتيم. حتى المصاريف بتاع المدرسه ما رضوش يدوها له. لما طالبتي بحقك؟ مصاريفي وورث جوزي. جوزي عنده ميراث كتير وعنده ارض وعنده بيوت. مين اللي مش عايز يديكي ميراثك؟ ولاده وسلايفي. يقولوا لي خدي حقك بالحكومه. وانت واني اتفضل. ما رفعتيش دعوه عليهم ولا حاجه؟ ما رفعتش. اصل هم انا والدي متوفي وماليش الا اخ واحد بس واخي ده عيان. طيب ابويا متوفي ليه يجي 30 سنه. طيب ماشي. انا عارفين ان انا ما معيشه جو محامي. يعني عاملين على كده ان انا ما معيشه جو محامي. حتى مصاريف وانا عارفه ان جوزي عنده كتير وقلت له. طب وهم بيقولوا لك لا احنا مش هنديكي حاجه؟ ايوه وبعت لهم ناس خدي بالحكومه. خدي حقك بالحكومه. ابنك عنده 16 سنه خشي مجلس حزبي وخلي المجلس اللي يطالبك بالميراث ياخد لك حقك بالميراث. والسؤال الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه يا الله. يا شيخ انا حلمت بالرسول عليه الصلاه والسلام. انا الحمد لله انا عندي امي دي في الدنيا وما فيها. امي دي عندي روحي. والحمد لله وهي بتدعي لي ليل ونهار. بس انا مش عارفه البلاء اللي انا فيه ده. انا حلمت بالرسول عليه الصلاه والسلام 5 مرات ومنهم مره طبطب على ابني. طيب مش عارفه البلاء اللي انا فيه ده. حاضر يا ام هشام حاضر. طيب هي اهل جوزها مش عايزين يدوها ميراثها هي وابنها. هي بتقول حكم الشرع ايه في اكل حق اليتيم؟ اولا نسال الله عز وجل ليك يا ام هشام ان ربنا يرضيكي ويكبر بخاطرك ويرفع عنك الابتلاء ويخرجك انت والمشاهدين جميعا والمشاهدات من كل ضيق ومن كل شده ومن كل كرب كما اخرج يونس من بطن الحوت. أوصيك بالإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كل يوم 100 مرة. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 100 مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة. مع تمام الأخذ بالأسباب. ما تسيبيش حقك ولا حق ابنك. كلمي الناس تكلمهم مرة واثنين وعشرة وألف. ما تسيبيش حقك وارفعي قضية وارفعي 2 وارفعي 3 لما تاخدي حقك وحق ابنك. لا يضيع حق وراءه مطالب. ما تسيبيش حقك وما تعيطيش. هي الدنيا كده مبنية على ذلك. أصل الدنيا كده صحيح. أصلها امتحان وأصلها اختبار. ولذلك ربنا في القرآن الكريم يقول اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض اللي هو مين؟ الإنس والجن ماشي. والإنس مع الإنس قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. دي طبيعة الدنيا يا أم هشام. ده أولا. وربنا يرضيك ويكبر بخاطرك ويدفع عنك كل ابتلاء. نداء لكل الناس لكل بني آدم لكل مشاهد ومشاهدة من خوفنا عليكم ومن حبنا فيكم بنقول لكم اوعى اللقمة الحرام. طبعا. اوعى الجنيه الحرام. خراب. ده دمار. جمع الحرام على الحلال ليكثره فأتى الحرام على الحلال فبعثره. والحرام يعظم لو كان أكل مال يتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتقوا الله في حق الأيتام. طب والمواريث أفظع. لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المواريث جه الآية اللي بعدها على طول قال تلك حدود الله
فالمواريث يا جماعة حد من حدود الله، ادوا للناس حقوقها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. فاللي ما بيديش حق ما تفرحش قوي انك خدته في الدنيا، لانك لا، وهيخلص في الدنيا. لسه كنت والله يا لمياء هانم هيخلص في الدنيا، هيخلص من المال وهيخلص من العيال. لو خايفين على عيالكم بلاش. اللي بياكل المواريث: 1 أكل مال اليتيم، 2 تعدى حد من حدود الله، رقم 3 أكل حراما، رقم 4 الظالم، ظالم لنفسه وظالم لأولاده وظالم لمن أخذ منهم حقهم. فلنتقي الله وندي كل ذي حق حقه. ربنا اسمه الحق، اسمه العدل. صحيح. طيب سؤالها الثاني، هي كانت بتقول انه حلمت بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وان هي قريبه من ربنا، وانه امها دايما بتدعي لها. فالابتلاء مش شرط انه يكون في حاجه، يعني ان انت ممكن تكوني مع ربنا، ولكن هو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. مظبوط. ليس الابتلاء دليل على الغضب، ده ربنا بيحبك وامره هيعدي حاجه وهتعدي. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي الا من يحب. اذا احب الله عبدا ابتلاه، فان صبر اصطفاه، وإن رضي اجتباه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أم هشام ويا كل مشاهد ومشاهدة، كل مر سيمر، بعد الصبر جبر، فأبشروا إن شاء الله.